بجد يا جماعه انا عايز افهم فكره الناس، معلش شكلي شبه كريستوفر كولومبوس. فكره الناس اللي بتنام في اي حته دي عباره عن ايه؟ عشان انا لسه متجوز جديد زي ما كلنا عارفين، وربنا رزقني بواحده نحطها في اتوبيس تنام، تركب طياره تنام، لو قاعدين على حصان حمار تيس هتنام، بتنام في اي حته. انا كراجل لابس دي وعامل حسابي على ادفنتشر بقى، لابس مايو، خارج بالمايو، عامل حسابي بقى ان النهارده يوم غير، يا دوبك بنقعد في اي مكان ابدا اتكلم، عارفه يا ريم النهارده عندنا، ابص جنبي ده ايه ده؟ انتوا عباره عن ايه؟ يعني هل انت ضميرك ميت؟ هل انت ضميرك منعدم؟ ولا انت ضميرك مرتاح زياده عن اللزوم؟ وبعدين سؤال، انت بتعمل ايه بالليل؟ انت بتعمل ايه انت كشخص بقى بتتحط في اي حته تنام بالسرعه دي، بالليل بتنام امتى؟ او بتنام ليه بقى؟ ما تقعد، ما تفضل صاحي، ما تخليك صاحي لوحدك، انا حاسس بوحده، انا مسافر في شهر العسل حاسس بوحده فظيعه في اي طريق بروحه، في اي حته ضمير مرتاح، زي ايام الجامعه كده بالظبط. كنت اركب مثلا مع حد من زمايلي واحنا مروحين بالمترو، فكان طريقنا انا فاكر كان 18 محطه وفي تحويله، كان حاجه كده، اول ما يركب مع تاني محطه ينام، مش فارق له بقى واحد لازق فيه عشان يقوم، واحد خبط فيه، المترو بينادي، المترو مش فارق له. طب انت ما عندكش طموح؟ ما عندكش هموم؟ ما فيش حاجه مضايقاك في حياتك؟ ما فيش اي حاجه تشغلك؟ يعني حياتك ماشيه سموث قوي للليفل ده. والمشكله في الناس دي بقى ان هو بالليل بقى، يعني انت نمت طول اليوم، يعني انا مثلا معايا ريم نامت في الاتوبيس، ونامت بعد كده في التوك توك اللي احنا نامت في كل المواصلات اللي ركبناها. بالليل بقى نسهر نتفرج على لا، تيجي بالليل الساعه 11 بالليل انا كابس عليا، انا عايز انام بقى، يا دوبك ميعاد نومي جه. يعني اليوم 24 ساعه، الناس دي مثلا ممكن تكون بتقضي من ال 24 ساعه 19 ساعه نايمه، ده غير بقى ان الباقي الخمس ساعات الباقيه هو بيبقى صاحي بس خامل همدان، ما هو من كتر النوم، ما هو من كتر نومك لازم تبقى خامل. فدي حاجات مهمه جدا قبل ما تتجوز. انا بقى انا جاي من هناك وبنصحك قبل ما تتجوز اسالها او اسال اهلها دي بتنام قد ايه، دي اركب معاها اقول لك حاجه، قبل ما تتجوزوا اخدها في اتوبيس، روحوا اسكندريه رايح راجع واكشف عن، والله العظيم الموضوع على فكره على اللونج ران بيضايق. يعني انا بجد في اي مواصلات دلوقتي بقيت حاسس بوحده، بقيت انزل بقى العاب على الموبايل، العب كاني مسافر لوحدي. ابص اتنين مبسوطين اهم، دول كانوا صاحيين بيرغوا في الباص وانا قاعد معاهم جنبي، نبذه بسيطه. ففي حاجات هنكتشفها مع بعض واحده واحده الفتره الجايه في اساسيات اختيار شريك الحياه. والله بحبك يا ريم. انا دلوقتي قاعد في الاتوبيس اهو، تمام، وريم نايمه جنبي، نايمه بجد والله، وكل اللي حواليها جنسيات اخرى. والمشكله ان انا شربتها دبل شوت، شربتها اسبريسو دبل شوت قبل ما نركب، ورجرجه وحر وريحه وبتاع، وراحت نايمه، ركبت من هنا في 3 ثواني وراحت نايمه. موبايل بقى يرن، موبايل ما يرنش مش مهم، ناكل مطب ما ناكلش مطب مش مهم برضو، وانا الباقه بتاعتي خلصانه، انا ما عنديش اي حاجه اعملها في حياتي دلوقتي غير ان انا العب مثلا لعبه ساذجه على التليفون زي سوليتير. شوف انا بتكلم بصوت عالي ازاي، ما بتصحاش. فانا نفسي اعرف ازاي اقدر اوصل لهذا الليفل من الصفاء النفسي. واكيد اصل اكيد كده وهي صاحيه مثلا فكرت في كل طموحاتها، فكرت في كل احلامها، ندمت على الحاجات اللي فاتتها في حياتها، اكيد هي خلصت، اكيد عندها اوقات بتقعد تفكر فيها مع نفسها، ودلوقتي اللي هو خلاص انا مخي ده صافي، وانا بروح البيت بعد كل المجهود ده افضل قاعد على السرير ب3 4 ساعات عشان انام. وعلى فكره مش اوفر ثينكينج، يعني انا زمان كنت فاكر ان انا بقى اوفر ثينكر وعندي مشاكل انا اتفه من ذلك والله. يعني انا حتى ببقى سهران وقاعد على السرير عامل كده، مش عارف انا قاعد ليه، ما بيجيليش نوم، ما بعرفش انام. نفسي اعرف الناس اللي كده بتعمل ايه، يعني ايه الوصفه اللي تخلي بني ادم ياخد راحته كده. انا هتجنن، عايز اصحيها، عايز اصحي الاتوبيس كله، عايز اقف على جنب وانزل اجري.